القصة دي من أغرب وأبشع القصص اللي ممكن تسمعها، لأنها مش مجرد خيانة عادية. دي جريمة بدأت بخطوة شيطانية صغيرة وانتهت بحبل المشنقة. القصة بتبدأ مع عبد الرحيم في سنة 2010. عبد الرحيم كان راجل بسيط جدا، شغال أرزقي، يعني يوم بيومه، يشيل طوب، ينقل عفش، يشتغل في أي حاجة علشان يجيب لقمة العيش. عمره وقتها كان 33 سنة، وسمعته في المنطقة كانت كويسة جدا. في يوم وهو بيشتغل في نقل عفش في عمارة جديدة، قابل بنت اسمها جيهان. بنت ملفتة، جمالها كان ظاهر لكل الناس، لبسها مثير وجريء، لكن هو شافها من منظور مختلف وشدته ناحيتها بسرعة. ما فكرش كتير وقرر يتقدم لها. أهل جيهان وافقوا على طول، لأنهم شايفين عبد الرحيم راجل غلبان وطيب، ومعروف عنه إنه جدع وخلوق. الجوازة تمت بسرعة ومن غير خطوبة طويلة. اتجوزوا في شقة إيجار صغيرة، وكان جواز تقليدي جدا. بس لأنهم ما خدوش وقت يتعرفوا على بعض، بدأت المشاكل من أول أيام في الجواز. عبد الرحيم اكتشف متأخر إن جيهان مش زي ما كان متصور. صحيح شكلها جميل، لكن أسلوبها وتصرفاتها كانت حاجة تانية خالص. خروج كتير ولبس فاضح، علاقات مع أصحابها طول الوقت، الخناقات بقت كل يوم. هو يزعق ويقول لها اللبس ده ما ينفعش، وهي ترد عليه أنا حرة وده حياتي. والجيران اتعودوا يسمعوا صوتهم في كل وقت. ومع كل ده عبد الرحيم كان بيتحمل، يمكن علشان كان بيحبها، أو يمكن علشان العيال اللي جم بعد كده. في خلال 8 سنين جابوا 3 أولاد. سنة 2018 عبد الرحيم غير شقته وسكن في منطقة المنيب مع مراته وولاده. لكن الحياة ما اتغيرتش، نفس المشاكل، نفس الخناقات، ونفس الإهانة لكل يوم. وفي يوم من الأيام جيهان نزلت بلبس أجرأ من كل مرة. كانت رايحة سهرة مع أصحابها. في الطريق تعرض لها 3 شباب اتحرشوا بيها لفظيا، وفضلوا ماشيين وراها. هي خافت جدا لحد ما ظهر واحد اسمه محمد، شغال عامل باليومية برضه، بس كان أصغر من عبد الرحيم بحوالي 15 سنة. محمد ضرب الشباب دول ووقف معاها لحد ما وصلت مشوارها. اللحظة دي كانت البداية. جيهان اتأثرت جدا بموقفه وادته رقمها. بعد السهرة كلمته تشكره، والمكالمات طولت وبقيت لقاءات. من هنا حصلت العلاقة. جيهان كدبت على محمد وقالت له إنها مش متجوزة، وهو صدق. ومع الوقت العلاقة بقيت قوية، لدرجة إنهم عملوا علاقة كاملة في شقة إيجار كان محمد واخدها مخصوص للموضوع ده. بعد شهور جيهان اضطرت تقول الحقيقة لمحمد، إنها متجوزة وعندها 3 عيال. محمد اتصدم، لكن بدل ما يبعد عنها الشيطان لعب في دماغه ووافق يكمل معاها. بل اقترحوا انهم يتجوزوا عرفي، وبالفعل كتبوا ورقة وبقيت الست دي على ذمة رجلين. الموضوع موقفش هنا. محمد بدأ يغير جدا من فكرة انها بتروح بيت جوزها بعد ما تخلص معاه، فابتدى يضغط عليها انها تطلب الطلاق. لكن عبد الرحيم كان رافض تماما، لانه كان بيحبها ومتمسك بيها. ساعتها طرحت جيهان فكرة شيطانية، طب ما نتخلص منه ونعيش سوا بسلام. بدأوا يخططوا هما الاتنين. جيهان جابت حبوب منومة وحطتها في الشاي لعبد الرحيم. أول ما نام اتصلت بمحمد يطلع. محمد دخل الشقة وطعن عبد الرحيم بسكين، لكن المفاجأة إن عبد الرحيم ما ماتش من أول مرة. حاول يقاوم ويدافع عن نفسه.
في اللحظة دي جيهان نفسها مسكت السكينة وطعنته 12 طعنة ورا بعض لحد ما خلصت عليه. الزوج المسكين مات على ايد مراته وعشقها، ولفوا الجثة في سجادة ورموها تحت كوبري في المنيب. افتكروا ان الجريمة هتعدي، لكن الشرطة لقت الجثة وبدأت التحريات. اول حد اتسأل كانت مراته، ولما راحت القسم وقعت في التناقض. قالت كلام ما ينفعش تعرفه إلا لو كانت مشاركة في الجريمة، زي إن الجثة ملفوفة بسجادة، وبالضغط عليها انهارت واعترفت. كمان جابوا محمد اللي اعترف هو كمان، وكل واحد بدأ يرمي التهمة على التاني. وفي 2018 المحكمة حكمت عليهم هما الاتنين بالإعدام. شنقا، دي مش بس قصة خيانة، دي جريمة بدأت بكذبة صغيرة وانتهت بجريمة بشعة. جيهان خسرت جوزها وضيعت ولادها، وفي الآخر راحت هي وعشقها للموت بإيديهم. وفي نهاية حلقتنا بنقول لكل زوج: لما تشوف مراتك وهي بتعمل حاجات مش راضياك نهائي، لازم تاخد موقف وتاخد قرار في الموضوع ده، يا تخليها تغير من نفسها يا تنفصلوا أحسن. لكن لو كملت يحصل معاك زي حكاية النهاردة، وربنا يسترها على الجميع. واشوفكم في حلقة جديدة من الصندوق الأسود. سلام.